السلام عليكم. والله كلمة مانيش نطول تعليق على جلسته البارح في مقصورة من قصر القصبة، قصر الحكومة. هو ونجلة بودن تعمل هكا وما شاء الله. حلل هو الأرقام العار والخزي اللي ما مشى مع حد 90% و92% من الشعب التونسي ولا يهمه المسيرة اللي هو قال مسيرة تصحيح وما تصحيح. هو قراها بالمقلوب، يا حسرة بورقيبة كان يقرا بالمقلوب. احنا حاضرين وقتها في اللجنة المركزية ونعرف التاريخ أكثر منه، هو ما يعرفوش. هو قراها كوني هذيك إدانة للبرلمانات السابقة، مش لي هو، لا حاشاه، لا الشفتر ولا الرضا لمين ولا حد. هذاك هو قراها بالمقلوب، قال ذيك إدانة الشعب للي قبل، أما هو لا. وتتصوروش توا في الوضع اللي احنا فيه حتى كلمة على وضع تونس الكارثي وعلى تصنيفها المخزي وعلى عزلتنا الدولية. آخرها كريس ميرفي بتاع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس، ايش قال عليه وش قال على الوضع في تونس، وما قال شيء على المعيشة المفقودة والغالية واللي مش موجودة أصلا. والناس اللي تصبح الصباح هو يا حسايبة باش تمشي تشد الصف باش تنتخب، وهي تشد الصف باش تشري طرف حليب إذا كان تلقى، ولا طرف سكر من عند المغازات، ولا يترزيت. فضيحة فضيحة البلاد، فضيحة. وهو مش هنا، هو أوت، هانو يترجم كما يحب. شوف في السودان مرة، ما يعرفش التاريخ، في السودان مرة صديقنا اللي كان هنا في الدوحة عبد الرحمن سوار الذهب اللي نسميه احنا بيضة الدين، عمل انقلاب على الوضع المخزي نتاع السودان وسلم الحكم كما وعد بعد سنة فقط. احنا ما حوجنا لسوار الذهب، عبد الرحمن سوار الذهب تونسي، بدون ما الجيش يولي في السلطة. احنا ما عندناش جيش مصري، احنا عندنا جيش منضبط ووطني ويدافع على الشعب، مش يدافع على فرد. ولذا الأوضاع مش ممكن تستمر بهالشكل. حبيت نوضح هالحقائق ونزيد نأكد اللي الرجل بعيد، بالفرنساوي يقولوا ديكونكتي، خارج التغطية، عنده أشياء في مخه مش موجودة في الواقع. الواقع مر وصعيب ويلزم حلول، ويلزم حلول بين الوطنيين التوانسة الكل نلقاو حل. أنا من جهتي بكل تواضع قدمت مشروع بديل لها السلطة القائمة، فيها إنقاذنا من صندوق النقد الدولي ومن الاستعمار اللي رجع لنا أقوى من قبل، ومقاومة الفساد الحقيقية مش بالكلام الفارغ هو يخدم فيهم. هذا هو اللي حبيت أقوله. بارك الله فيكم.